السلام عليكم متابعينا الكرام. في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة للتقشير رائعة بمكونات بسيطة، والكل لا شك أنه يتوفر عليها في المنزل وفي المطبخ أيضا. كما تلاحظون هنا لدي ملعقة كبيرة من البن أو القهوة المطحونة، رائحتها رائعة وزكية، ستعمل على تقشير الجلد وتنشط كذلك الخلايا وتنشط أيضا الدورة الدموية. نحتاج إلى زيت الزيتون الغني عن التعريف، الغني بدهنيات رائعة للبشرة، ونحتاج إلى زيت اللوز الحلو أو العدب. إذن نمر إلى طريقة التحضير، وهي سهلة جدا. كما يمكنكم أيضا مضاعفة المقادير. إذن ملعقة كبيرة من القهوة، سأحتاج أيضا إلى ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي، إذا زيت الزيتون مغذي رائع للبشرة. إذا ملعقة، سأضيف قليلا من ملعقة كبيرة. كما قلت يمكنكم مضاعفة المقادير، لأن هذا المقشر يمكنه عمله للجسم كله أو يمكن عمله للوجه. سأحتاج أيضا إلى زيت الزيتون، سأحتاج أيضا إلى زيت اللوز الحلو، إذا ملعقة. ثم سأخلط المكونات بهذا الشكل لأحصل على مقشر طبيعي رائع وبمكونات سهلة. إذا هذا هو المقشر، تلاحظون أن الكل قد امتزج. إذا كما قلت يمكنه عمله على الوجه أو على الجسم، فهو يغذي البشرة ويزيل الخلايا الميتة بطريقة رائعة. كما أنه منعش جدا بما أنه يحتوي على القهوة، ونعرف أن القهوة منشطة. إذا كما تلاحظون هذا هو التحضير، سهل جدا. إذا سنأخذ كمية، إذا سأريكم، سأخذ كمية وسأضعها على يدي بهذا الشكل. إذا نقوم بدلك المنطقة أو تطبيق القماش بطريقة دائرية حتى نزيل الخلايا الميتة المتواجدة على الجلد. نقوم بهذه العملية 2 إلى 3 في الأسبوع، وبعد ذلك نقوم بغسل الجلد بالماء الدافئ، دافئ فقط، وبعده ماء بارد لغلق المسام. إذا أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك على القناة والضغط على زر أعجبني للمزيد من الوصفات، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروح لا تترددوا في ترك تعليق، وإلى اللقاء في وصفات قادمة.